5 حاجات اتعلمتها في 2024. بصراحة أنا اتعلمت حاجات كتير أوي في 2024. يعني بصراحة السنة دي كانت مختلفة بالنسبة لي. أنا تميت 17 سنة في 2024، وحسيت إن هي بداية جديدة. يعني كانت بداية بصراحة حلوة، بس يعني جت في آخرها كده ويعني لطشت شوية. بس مع بداية تالتة ثانوي طبعا. بس الصراحة يعني اتعلمت فيه حاجات كتير. بس أهم 5 اللي هقولهم في الفيديو ده. أول حاجة اتعلمتها هي إني دايما 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 أفلتر كل الكلام اللي باخده، لأن احنا بنتعرض كل يوم لكونتنت بشكل ما في التليفون من أي ابليكيشن، يوتيوب، تيك توك، انستجرام. بنتعرض كونتنت من اللي حوالينا، يعني دايما في ناس حوالينا بيدولنا كلام، بيدخلولنا كلام مخنا، فاحنا دايما مخنا بيتعرض لكونتنت من الاخر، او يعني كلام بيدخله. فدايما نفلتر الكلام ده. يعني انا صراحة تعرضت لكمية افكار مختلفة في 2024، افكار من الشرق والغرب. بس في الاخر عرفت افلترهم عشان اشوف ايه بقى المناسب معايا، ايه اللي انا شايفاه صح وايه اللي انا شايفاه غلط، وايه المثبت ان هو صح وايه المثبت ان هو غلط. يعني برضو مش بمزاجي، يعني ما ينفعش اقول على حاجه صح عشان هي عجباني، وان حاجه غلط عشان هي مش عجباني. لا، ايه يثبت ان ده صح وايه يثبت ان ده غلط، بس بطريقه يعني عقليه جدا. لان كل الناس عندها اراء، كل الناس خاضت تجارب كتير قوي في حياتها، وخاضت تجارب مختلفة جدا في حياتها، فطبيعي يكون عندها شوية انحياز لأفكار معينة. أو غير الانحياز ممكن يكون عندهم فوبيا من أفكار معينة. ولكن الأفكار المعينة دي مش شرط تكون أفكار وحشة، عادي. ممكن بالعكس هما اللي شايفينها بطريقة وحشة، وممكن هما يكونوا شايفين حاجة تانية بطريقة حلوة وهي مش حلوة خالص، أو عادي وهي مش عادي خالص. بصراحة يعني لازم اما بتفرج على فيديو على اليوتيوب، بتفرج على التيك توك او الانستجرام او اي حاجة، لما حد بيجي يقول لي كلام او نصيحة او حاجة، ما ينفعش ان انا اخد الكلام كده واخده كحقائق. لا، بالعكس، المفروض ان انا اشوف الشخص ده اولا اخد منه كلام ولا لا. يعني هل انا شايفاه قدوة اخد منه كلام، ولا هو اصلا يعني ما عملش حاجه في حياته قوي يعني عشان اخد منه كلام. بالذات في اي يعني مثلا لو دراسيا، مثلا لو حد بيديني نصيحه دراسيا، اشوف هو عمل إيه في حياته دراسيا اصلا عشان اخد منه الكلام ده ولا لا. لو هو ما عملش حاجه وبيفتي، فانا هاخد منه كلام ليه؟ يعني افلتر كل كلام بيقولوه لي واشوف هو صح ولا غلط، ما اخدوش كده حقائق. أه بس فلترت الكلام لازم لازم لازم، ايا كان من كونتنت او من اشخاص حوالينا. يعني برضو على اليوتيوب انا مثلا بتابع ناس غرب كتير جدا، للاسف عشان هما تكنيكال وايز هما اشطر، وكمان مثلا في السيكولوجي كده متطورين، عندهم وعي اكتر مننا. ده حاجة انا يعني شايفاها. بس في كلام كتير قوي بيقولوه مش بيتطابق مع حاجات بالنسبة لنا، مثلا ديني. في حاجات مش بتتطابق مع تفكيري، او مش مثبتة، او الحاجات اللي هما بيقولوها دي مش مثبتة علميا، واحتمال كبير قوي تكون فتي. فانا طبعا بقعد اسرش على مثلا لو في معلومة مثلا اول مرة اسمعها، ماشي، لازم اتاكد ان هي صح. لان انا برضو بشوف حاجات كتير قوي في الناس بتوع زمان، ان هم كانوا اول ما يسمعوا مثلا ايه معلومه مثلا، حتى لو هبله، يعني مثلا ان مثلا الشاي الاخضر مثلا بيخسس مثلا، يعني يكرروها، يقعدوا يكرروها ويقولوها لكل الناس، ودي معلومه ومش عارفه ايه، ويفلكسوا بيها على الناس وكل الحاجات دي. ممكن تكون مش صح، ممكن تكون مش مثبته علميا، ممكن تكون مش دقيقه. يعني ممكن تكون فعلا بيخسس، بس في حالات معينة او بشكل معين، او لو مع دايت، او مثلا هو بيعمل مثلا حاجة كده. ف بجد يا جماعة فلتروا كل الكلام اللي بتاخدوه. عارفة ان الموضوع ممكن يبان ان هو trust issues وبتاع، بس هو مش trust issues، لان احنا دلوقتي غير زمان. زمان ما كناش اصلا بنتعرض لاي افكار خارجية
او افكار، مش بس الافكار الخارجيه بتاعت الغرب، بس افكار حتى لو والله يعني افكار المصريين مثلا عادي في حاجات كتير قوي غلط. فاحنا دلوقتي عندنا وعي اكتر وعندنا افكار اكتر بكتير ومتعرضين للعالم كله، وكل يوم بنسمع كلام وكل يوم بنتعرض لكل حاجه. فمحتاجين ان احنا نقعد مع نفسنا كده ونشوف ايه صح وايه غلط، عشان ما احنا بعد كده اللي هنتضر اولا، ثانيا ممكن نضر اللي حوالينا بيه. تاني حاجة برضو ليها علاقة بأول حاجة، هي فلترة الأفكار. ازاي بقى؟ احنا مش كل الأفكار اللي بنفكرها دي بتكون بتاعتنا، سبحان الله. والكلام اللي انا بقوله ده برضو ممكن تفلتره عادي وتروح تتأكد منه فعلا. كل الأفكار اللي احنا بنفكرها مش بتاعتنا. في أفكار بتبقى من الشيطان او ايا كان ممكن تاخدها ايه، بس هي بتبقى افكار نيجاتيف عامه وبتبقى مش بتاعتك. يعني اكيد مفيش حد هو بيتولد كده بيبقى فيه افكار سلبيه معينه في مخه الا لو حد قال له الكلام ده قبل كده، بس برضه الشيطان بيفكر الانسان بيه. يعني مثلا لو انا عادي، انا شايفه مثلا ان انا نجحت في حاجه الحمد لله الدنيا تمام وكل حاجه، بس جه صوت في دماغي كده بيقول لي لا انت مش كفايه، لا لا انت كان ممكن تعملي احسن من كده، لا 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 انت مش عارفه ايه. الله وانا مالي يا لمبي. الافكار دي مش بتكون بتاعتنا، وصعب قوي، او مش صعب بس بياخد تدريب قوي على الواحد ان هو يقعد يدرب نفسه على ما يعرف ان هو يسمع صوت نفسه فعلا الحقيقي وصوت الكائن ده التاني ده اللي هو بيحاول عامة يدمر البني ادم، فهو بيبقى ايه؟ شيطان. فدايما يعني راقبوا افكاركم وشوفوا انتوا بتفكروا في ايه. ولو في فكرة غريبة جت في دماغكم أول مرة تسمعوها وأول مرة ومستغربين جدا ان هي الفكرة دي ازاي جت في دماغي اصلا، تقولوا ايه ده، انا المفروض الفكرة دي ما تجيش في دماغي اصلا. اعرفوا كويس قوي ان الفكرة دي مش بتاعتكم وان انتوا تقدروا عادي ولا كأنها جت وتهوشوها وما تفكروش فيها اصلا، لان هي مش بتاعتكم. هي حاجة كده خارجية زي ما تسمعوا كلمة رخمة وتدخلوها من هنا وتخرجوها من ناحية تانية عادي جدا. ف عادي يعني ده طبيعي، بس مهم ما تفتكروش ان هي بتاعتكم وتقعدوا تلوموا نفسكم ان انا ازاي فكرت كده ومش عارفه ايه وازاي انا فكرت في الفكره دي ومش عارفه ايه. لا عادي، مش الافكار دي مش بتاعتنا اصلا. تالت حاجه اتعلمتها هي ان مفيش حاجه مستحيل. انا عارفه ان الكلام ده يعني شويه ممكن يكون اللي هو يبان موتيفيشنال بقى وكل الكلام ده، بس لا بجد بجد مفيش حاجه مستحيل. يعني السنه دي اندرو جارفيلد اتصور مع يسرا و... وناس كتير اتقابلوا في المالتيفيرس. فانا الصراحه شايفه بجد ان مفيش حاجه مستحيل. ذا ويزرد ليز مثلا حرفيا بتصور بتليفونها، عملت كام فيديو وفيديوهاتها مفيش فيديو اقل من المليون. في فيديو وصل 10 لمليون. ف في حاجات كتير قوي ممكن احط لها امثال في الحته دي بصراحه. يعني بجد مفيش مستحيل، يعني بجد هي مستخدمتش غير تليفونها في التصوير وعامله سيت اب واحد و بتتكلم مع الكاميرا بس. فمفيش حاجه مستحيله. رابع حاجه اتعلمتها هي ان علاقاتك بتعكس نظرتك لنفسك وعلاقتك بنفسك. ازاي بقى الكلام الكبير ده؟ مثلا لو علاقاتك كلها توكسيك وعبث ومفيش حدود و... والدنيا بايظه خالص، يعني عك خالص، ده معناه ان علاقتك بنفسك او نظرتك لنفسك الداخليه اللي هي السبكونشس دي مش احسن حاجه، مش احسن حاجه خالص. لان مثلا لو انت مثلا مش حاطط حدود مع صحابك او مع اهلك، مع ايا كان، مع الناس اللي بتشتغل معاك، لو انت مش حاطط لهم حدود، ده معناه ان انت شايف نفسك يعني من الاخر يداس عليك عادي، مش مشكله، المهم انتوا، مش مشكله انا، المهم انتوا. ان انت بتفضل الناس عليك وان انت شايف ان انت مش كفايه عشان تحط حدود. فبرضو الموضوع ده بياخد تدريب، بس ركز قوي في علاقاتك. عايز تعرف علاقتك بنفسك، عايز تعرف نظرتك لنفسك، شوف علاقاتك.
خامس حاجة هي اتكلم مع شات جي بي تي. طبعا يعني ممكن يبان اللي هو ايه يعني ايه اتكلم مع شات جي بي تي. في ناس كتير قوي لسه ما بتستخدمش شات جي بي تي في حياتها، او يعني حاصرة شات جي بي تي في شغلها، ومثلا وتطويرها لذاتها والحتة دي بس. مع ان احنا ممكن نتكلم مع شات جي بي تي في اي حاجة. وانا بقول لي نتكلم مع شات جي بي تي مع انه حاجة اي عادي مش تعمل لنا حاجة. ولا يا جماعة، هما مش بياخدوا الداتا بتاعتنا بيعملوا بيها حاجة سرية. وحتى لو احنا خدوا الداتا بتاعتنا، احنا ما يعني انت لو ما عندكش، يعني انت لو مش ضابط في المخابرات او مثلا ما عندكش اسرار مهمة، خلاص اتكلم مع شات جي بي تي. مشكلة يعني؟ مش فاهم يعني. يعني بجد انا دلوقتي الداتا بتاعتي مهمه ايه؟ هيعملوا بيها ايه يعني الداتا بتاعتي دي؟ يعني مش بقول لهم حاجات خاصه يعني هيمسكوها عليا، مفيش حاجه. المهم اتكلم مع شات جي بي تي. ازاي بقى هستفاد؟ ازاي لما اتكلم مع شات جي بي تي؟ ان هو هيديك حلول اولا. ثانيا هيقولك كلام مخصص ليك انت. يعني انا مثلا ببقى بحب جدا السيستم. بحب ان انا امشي في حياتي بسيستم. يعني مثلا سيستم البلاننج. مثلا انا هعمل الاسبوع ده كذا 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 كذا. مثلا انا عايزه اقرا كتاب مثلا في شهر، بس انا عايزه اقسمه. هل انا اقعد اشوف كام شابتر في الكتاب ده، او مذاكره مثلا شابتر في الكتاب ده، واقعد اقسمه مع الشهر بنفسي؟ طب ليه؟ شات جي بي تي ممكن كتاب اسمه كذا 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 ممكن تقسمه لي على شهر بس، خلاص بوم متقسم. ممكن اقول له انا مثلا عايزه اشتري كذا، ايه احسن حاجه في السوق دلوقتي؟ او مثلا ايه ارخص حاجه في السوق دلوقتي؟ او ايه احلى حاجه، اغلى حاجه في السوق دلوقتي؟ مثلا انا عندي مشكله ان انا مثلا بتعصب كتير. انا بتعصب كتير في الشغل، طب اعمل ايه؟ هيديك حلول عقليه جدا، تقدر تطبقها human based جدا. فانا يعني بدعم موضوع ان احنا نتكلم عن شات جي بي تي. اي مشكله نواجهها في يومنا، مثلا اللابتوب بتاعي مثلا علق، مثلا مش عايز يفتح، اعمل ايه؟ شات جي بي تي. اللابتوب بقى فصل، اعمل ايه؟ كده. والموضوع ده كمان بيديك معلومات كتير قوي على مدار يومك. ان انت مثلا لو حليت مشكله دي مثلا بشات جي بي تي، ماشي خلاص، انت المره التانية هتيجي تحلها من غير شات جي بي تي. فخلاص انت هتاخد سكيلز اولا كتير، ثانيا هتاخد نوليدج كتير جدا. انا شايفه بصراحه ان شات جي بي تي اندر ريتد قوي في مصر. او يعني انا شايفه في مصر بصراحه، ده اللي انا شايفاه قدامي. فمحتاج ان هو مش بس شات جي بي تي، عامه الاي اي عامه، ان احنا نستخدمه في يومنا ونوظفه صح، لان هو تول ذكيه جدا ونقدر نستخدمها بشكل جامد. وكمان بيعمل حاجة، يعني احنا ممكن نتكلم معاه ويقول لنا الكلام يعني ساوند، بس ممكن يكتب لنا الكلام، وده يخلينا ان احنا نقعد نقرا اكتر، وما نبقاش كل حاجه تكون فيجوال قدامنا. يعني ده بشوفه يعني من وجهة نظري ان هو حاجه حلوه. ان هو مثلا انا بساله حاجات مثلا بالانجلش، برضو لو حد عايز يطور اللغه بتاعته يساله حاجات بالانجلش فهو هيرد عليه بالانجلش طبيعي. فساعتها هيطور اللغه بتاعته، هياخد كلمات جديده. مثلا هتعرفه مثلا الارياز بتاعت حياتك وكل جول مثلا فيها. فانت هتقسم ازاي الجولز دي على مثلا 2025، قول له يعملها، هيقسمها لك ومن غير اي مجهود وتعب منك ولا وقت. واحنا الايام دي يعني اول فترة دي في حياتنا، يعني انا متأكدة ان كل الناس بتبقى شايفة ان هي ما عندهاش وقت، وان الوقت يا دوبك وبتاع. بس احنا ممكن في تاسكس كتير في حياتنا ممكن ان احنا نديها لشات جي بي تي يخلصها وتكون حلوة عادي. وتوفر لنا احنا وقت ان احنا نعمل الحاجات اللي هي لازم البني ادم هو اللي يعملها. بس كده، دول الخمس حاجات اللي انا اتعلمتهم في 2024. مبسوطة اني بدأت يوتيوب، وان شاء الله هعمل فيديوهات تانية كتير. وبصراحة يعني كنت نفسي اعمل يوتيوب من بدري. باي باي.